يوتيوب كيدز ممكن يكون أسوأ منصة للأطفال، والحوايج اللي كيطراو فيه غراب بزاف، وعدد الفضائح المربوطة به مخيف. ولكن خلينا نعرفوا بعدا شنو القصة. يوتيوب كيدز تلقاتو شركة يوتيوب في سنة 2015، وكان الهدف ديالو أنه يكون نسخة آمنة وملائمة للأطفال، يعني فيديوهات تعليمية ومسلية وبدون أي خطر. والشركة قالت أن المحتوى فيه كيتصفى وكيتم مراقبته، وأن الخوارزميات كتخلي الأطفال يتفرجوا غير في الحوايج اللي مناسبة ليهم. ولحد الآن هادشي مزيان، ولكن من سنة 2017 تقريبا بداو الآباء كيقولوا بلي كاينين فيديوهات في يوتيوب كيدز فيهم مشاهد عنيفة وغريبة ولا حتى بلس 18. ولكن داكشي مخبي وسط الفيديو تحت شكل كرتوني أو طفولي. مثلا كتلقى شخصية سبايدر مان ولا إليسا من فروزن، ولكن كيديروا تصرفات بلس 18 ولا حتى عنيفة بزاف. والأسوأ، الخوارزميات ديال يوتيوب كانت تقترح هاد الفيديوهات بشكل متكرر، والناس مع الوقت بداو كيلاحظوا بزاف ديال هاد الفيديوهات فيهم عنف ودم ولا حتى إيحاءات بلس 18، ولكن مغلفة بشكل كرتوني باش ما يبانوش خطيرين. وحتى أن بزاف ديال القنوات بحال كوكوميلين كيعتمدوا على تقنيات نفسية باش يخليو الطفل ملتصق بالشاشة ويدمن على فيديوهاتهم. وخلينا نهضروا على قناة كوكوميلين، واحدة من أنجح القنوات في يوتيوب كيدز، وعدد المشاهدات فيها بمئات الملايين. ولكن واش فعلا كتعلم شي حاجة؟ الجواب هو لا. والخطر هو في طريقة عرض المحتوى. المشاهد كتبدل لك كل 3 ولا 4 ثواني، كتخلي الدماغ ديال الطفل يتبرمج على أنه يبقى باغي كلشي بالزربة. والألوان القوية والموسيقى العالية كدير نشاط مفرط للدماغ، وهذا الشيء كيسبب إدمان، وكيخلي ولد صغير عمره أقل من 5 سنين كيشوف الحياة مملة وبغى غير الآيباد. وهاد الأساليب معمولة على القصد ماشي بالصدفة، والهدف منها هو أنها تخلي ولدك مشدود ومربوط بالشاشة باش يزيدوا المشاهدات والإعلانات والفلوس. وهاد الانحراف بدا منين دخلت شركات كبيرة للمجال، وأصحاب القنوات ولا همهم غير الفلوس والأرباح، مبقاوش كيهتموا لا بمحتوى لا بوالو. حتى أن خوارزميات يوتيوب مبقاتش كتكافئ المحتوى التعليمي كتر، ولا المهم عنده هو تشد المشاهد لأكبر وقت ممكن في المنصة. وهذا الشيء كيخلي الطفل يولي يعاني من التوتر والخوف والكوابيس ولا حتى السلوكات العنيفة، وكيتبرمج على فيديوهات قصيرة وسريعة ولا معنى، وكيصعب عليه يركز في التعليم ولا حتى في الألعاب العادية. والطفل كيتعود يكون بوحدو وما كيبقاش كيتفاعل مع العائلة والأصدقاء ديالو، لأن دماغه مبرمج يبغي الحماس الزائد والسرعة ديال يوتيوب كيدز. والحل هو أنك تكون حاضر مع ولدك وهو كيتفرج، ماشي تعطيه الطابليت وتخليه يشوف بوحدو. خاص تكون كتراقب المحتوى وكتختار معاه الفيديوهات. وفي الأخير عرفنا بلي يوتيوب كيدز كان المفروض يكون تطبيق آمن، ولكن اليوم ولا خطير على الأطفال بحاله بحال أي منصة أخرى أو أكثر. وهذا الشيء بسبب المحتوى العنيف وطرق الإدمان والتأثيرات النفسية الخطيرة. خاصنا نكونوا واعيين وما نخليوش التكنولوجيا تأثر علينا وعلى ولادنا في السلبيات ديالها. والمهم الخوارزمية كتقول أن هذا الفيديو غادي يعجبك. See you guys. Bye.